واخيرا وبعد طول انتظار الصفقه اللي قرفتنا من كتر ما عمالين يتكلموا عليها، وناس كتير تقول لك خلاص رونالدو هيروح النصر السعودي، وناس كتير تطلع تتكلم، ويطلع رونالدو ينفي في صحفي كده وهو معدي من الممر بتاع مباراة المغرب والبرتغال. طلع كريستيانو رونالدو واتكلم مع صحفي وهو معدي كده في الممر، وقال له ان الاشاعات دي غير صحيحة وانما ما مضيتش مع نادي النصر السعودي. وبعدها صحف كتير، صحف اسبانية، ماركا الاسبانية، وصحف كتير اتكلمت عن ان كريستيانو رونالدو هيمضي مع النادي النصر السعودي، ولكن طلع برضو كذب الموضوع دوت، وناس كتير اتكلموا ان هو مش هيمضي مع النصر السعودي. النهارده كريستيانو رونالدو وصفحات كتير جدا والصحف سعوديه بتاكد ان كريستيانو رونالدو اخيرا هيمضي لنادي النصر السعودي لمده موسمين ونص. هياخد في الموسم الواحد 200 مليون يورو، اعلى راتب حصل في تاريخ الدوري السعودي يعني. وكريستيانو رونالدو ضافه كبيره جدا، ده كفايه بس التيشيرتات اللي هيبيعوها. وفي اشاعات عن انتقال راموس من صفوف باريس سان جيرمان لصفوف نادي النصر السعودي. مش كده وبس، بوسكيتس طلع بعد نهايه كاس العالم واعتزاله دوليا مع منتخب بلاده اسبانيا. طلع بوسكيتس وقال ان هو مش هيكمل لعب مع برشلونه بعد انتهاء عقده، وعقده دوت اللي هيخلص مع نهايه الموسم دوت. طلع وصرح ان هو مش هيلعب تاني مع برشلونه، وان هو هيروح لاي فريق تاني وهينهي عقده. في اشاعات متداوله من الصحف السعوديه ان بوسكيتس في احتماليه كبيره ان هو كمان ينضم لنادي النصر السعودي ويتعاقد معاهم في الانتقالات القادمه بعد انتهاء عقده مع نادي برشلونه. ومن ضمن الاشاعات المتداوله او يعني في اخبار كتيره جدا ان برشلونه عايزه تتعاقد مع خط النص انجولو كانتي من افضل اللعيبه اللي موجودين في خط النص، ولكن الاصابات كانت في الفتره ديت هي اللي معطلاه ومخليه مش بيقدم افضل حالاته، مصاب من بدايه الموسم. ولكن يعني ابتدى يستعيد عافيته، وفي مفاوضات كبيره جدا من نادي برشلونه لضم انجولو كانتي الى صفوف برشلونه. بس يا جماعه وبكده يكون خلاص فيديو النهارده. لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تدعمنا باللايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشير الفيديو في كل مكان عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ومن غير ما اطول عليكم، سلام.